صراحة إن تكون معانا في برنامج الكاتارسيس مع الفنان والأستاذ الفنان الكبير شكري بوزيان مدير مهرجان الأغنية التونسية. هذه التظاهرة والفعالية الثقافية اللي ترجع لنا وباش نعرفوا أكثر تفاصيل عليها في دورتها الجديدة مع مدير المهرجان الفنان شكري بوزيان. سي شكري مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدي، شنو احوالك؟ الحمد لله تحية لاباس. لكم الكل وكل مستمعين اذاعه مندرة. يعيشك تحية لكم وكل العاملين فيها. يعيشك مرحبا بك الفنان شكري بوزيان. سعداء جدا انك حاضر معنا في برنامج الكاتارسيس، وان شاء الله في الفرص القادمه تكون حاضر معنا هنا في الاستوديو باش نحكيو برشا فن وباش نسمعوا برشا موسيقى بنينه تعمل فيها. اليوم باش نحكيو على المهرجان الاغنيه التونسيه، وانت مدير مهرجان الاغنيه التونسيه. كنت قمت بندوه صحفيه يوم الثلاثاء على ما اعتقد. اليوم باش نسالك سؤال: ما الجديد في هذا المهرجان، في هذه الفعالية الثقافية اللي تمثل جزء من ذاكرة حتى مش الفنانين فقط ولكن حتى الجمهور والمتابعين؟ نعم. يعني هو طبيعي كونه يكون فما الجديد في الدورة هذه بعد الانقطاع معناتها لمدة 12 سنة. أي. طبيعي طبعا الموسيقى تبدلت والاجواء تبدلت والكاشيات تبدلت والجواز تبدلت كل شيء خاصة الكاشيات تبدل. يعني العازف اللي كان ياخذ في الفتره هذيك في الفترات قبل مثلا 120 دينار تويك السوم 400 دينار. اي. فمعناتها هو تغيير لازم منه يعني. احنا طبعا الفضاء انتقل المهرجان من المسرح البلدي العريق الى فضاء المسرح الاوبرا. اي. هذا ايضا يعتبر جديد، لانه هذا كانت معناتها امنياتنا في الفتره ذيك. علاش احنا ما عندناش مسرح كبير يتسع اكثر من 900 متفرج ولا 800 متفرج، فهمتني؟ فالحمد لله يعني توا هذه مدينه الثقافه فيها العديد من المسارح اللي فريمون تنورنا احنا كتوانسه بصفه عامه يعني، والمدينه بصفتها بطبيعتها هي تنورنا حتى على مستوى العالم العربي. انجاز كبير ربحناه احنا في الميدان. نعم سي شكري، لو كان نحكيو شويه نعم لو كان نحكيو شويه على موعد انطلاق هذه الدوره الجديدة على مستوى الفقرات، ربما مسابقات اذا موجوده. احنا بتنطلق الدوره من 30 مارس لغايه 3 ابريل. اي. باش تحتوي على 5 سهرات. طبعا السهره الاخرانيه باش تكون تتويجات، يمكن فما بعض لي باساج نتاع يعني اغاني تقول انت بلاي باك ولا باك جراوند، ولا احنا ما زلنا في التحضير لهذا. اي. لكن فما 4 سهرات باش تتم فيهم المسابقه. اي. السهره الاخرانيه باش تشارك فيها كان مشاركه الفيديو كليب. اي. اللي هو ايضا حاجه جديده في المهرجان. اي. ايضا ثم تجديد من خلال اللجان الجهويه بما فيهم بنزرت، وهوني نحب نتوجه بالشكر اخونا شكري التليلي اللي عاوننا وقف معنا بالقدا، وكان معناتها متعاون جيد معناتها في لانجاز المرحله هذه، مرحله الفرز. مع طبعا الاعضاء اللي معاه نذكر منهم اخونا محسن الماطري. نعم. في الحقيقه انا ما قداميش ليست هذاك، علاش ذكر اسماء. هو شكر بصراحه لكل من ساهم في انه يعيد الروح لهذه التظاهره ولهذه الفعاليه الثقافيه الجديده. محسن اللي يهمه الامر لانه في الميدان. نعم. طبعا ثم عديد من معناتها ثم 4 جهات. نعم. شاركت في الفرز. نذكر الكاف وقفصة
نعم. الأولى والحديث حول مهرجان الأغنية التونسية. جميل جدا هذا الانفتاح على الجهات، جميل جدا التفكير في ربما تغيير بعض المسابقات اللي تخليها تواكب اليوم نشاهدوه من تحولات في الأغنية الملتزمة. نعم. الأغنية الملتزمة أيضا مشاركة معنا، الإبداع الحر معنا كمعزوفات يعني ابداع حر حتى على مستوى الاغنيه. نعم. هذوما حاجات يعني جروسو مودو، ان شاء الله كان نبدا بحذاكم ونعطي تفاصيل اكثر ان شاء الله. نعم، شكرا لك الفنان شكري بوزيان، مدير مهرجان الاغنيه التونسيه. اكيد باش نرجعوا باكثر تفاصيل في الحصص القادمه لهذه التظاهره الفنيه والثقافيه اللي عندها وكان عندها اشعاع كبير، وان شاء الله يتواصل هذا الاشعاع. واحنا كنا ثقه بحكم انه مدير هذه الدوره وفنان كبير وله من التصورات والبدائل اللي تخلي المهرجان ينجم يتطور بشكل كبير. راجعين للكترسيس وضيفنا الفنان والممثل الكبير كرام عزوز، وكذلك المنسق العام لمشروع المكينة الثقافي السيد وفاء النباوي. باش نمشيو الآن مع موجز الأخبار وراجعين باش نحكيو برشا سي كرام المرة هذه.